السلام عليكم، شو اخباركم بحلقة جديدة، وهذه الحلقة راح نتكلم عن موضوع جدا مهم واللي هو الجلاية. اتمنى منك انه ما تقطع ولا ثانية من هذا المقطع لان الموضوع جدا مهم. وحاول ما راح اقول لك بكل فيديو اقول لك حط لايك واشترك بالقناة بكيفك، هالمرة سويهن او نسويهن، لكن اتمنى منك انه تنشره لاصدقائك واللي يدخلون. Let's go. اول شيء لازم نعرفه انه شلون بدا التدخين ومن اول واحد دخن. إذا نريد نعرف تاريخ التدخين لازم نطير من العراق إلى أمريكا. حاليا يا إخوان إحنا بأمريكا. أمريكا الحالية هي اللي اخترعت التدخين. راح أقول لك لا، ليش؟ لأن أول من دخن هم الأمريكان الأصليين. هسه تقول لي شنو أمريكا أصلية يعني؟ في جديدة وفي قديمة، إيش في شلون متمضرب؟ لا أنا ما جاي مضرب، لأن الهنود الحمر هم أول من سكنوا أمريكا. بعد ذلك قبل 400 سنة اجوا الأوروبيين وقزوا أمريكا وبدأوا الهنود الحمر يعني شلون يصيرون مثلهم. ما سووا الجقاير؟ أول شيء ماكو شيء شلون اخترعوها، لأن هي تتكون من مادة التبغ اللي هي نيكوتين، وهذه المادة هي نبات، يعني ما حداش اخترعها، فقط مو اخترعوها يعني اختراع انت من الصفر. شلون هذا التليفون تم اختراعه، مو هو شيء طبيعي، لا الجقاير هو شيء طبيعي او نباتات. فلقوا او استكشفوا هذا شلون ما يقال مخترع، يقال مستكشف، لان هو اصلا نبات. استحطوا هذا بالبداية، جابوا هذا التبغ وحطوه داخل اوراق وبدأوا يدخنونه. البطاقة شلون معلومات جديدة، كلها معلومات جديدة. فشلون بدأوا بدون يدخنون إلى أن وكانوا يستعملونه كيف بدي أوصلكم إياه؟ كانوا يستعملونه من أجل أمور دينية، يعني كانوا مثلا كيف يفترون على النار وهم بيدخنون وبيرقصون. هسه تقول لي مبينين، يعني شفنا لهم كثير مقاطع او اكو مقاطع منتشره عبر الانترنت جاي يدخنون تحسهم هيك دايخين بيهم شيء. ليش يا اخوان؟ لما اخترعوا بدأوا يحطون عليها بدأوا يحطون على التجارة هذه وبدأوا إلى أن أجوا الأوروبيين قبل 400 سنة وغزوا أمريكا. فلما استكشفوا أمريكا وغزوها شافوهم يعبدون شغلات غريبة، فقالوا لهم لا تعبدون شغلات غريبة. أغلبية هذول الهنود الحمر صاروا شلون نقول تغيرت ديانتهم، لكن بقى أمر واحد موجود واللي هو الجقاير اللي الأوروبيين أخذوه وودوه. يعني شلون أنا جندي أوروبي أو شخص أوروبي وديته أهلي عجبهم، يعني قلت لهم هذا لقيت هذا الاستكشاف لقيته عند أمريكي، فقالوا لي جيبه خلينا نشوفه. فدخلوا فشافوا شيء جميل. بعد ذلك بدأ يتصدر مادة التبغ وبدأت تصير شركات تصنع هذه الجقاير وبدأت تنتشر بكل العالم حرفيا، حد ما قزت العالم كله. والآن ولا شخص إذا ما سامع، إذا ما شام، إذا ما هذه هي بداية الجقاير. نروح على شغلة ثانية واللي هي فوائد السجائر أو الجقاير. أنا لما أقول سجائر معناته جقاير، والله ثلاثة فرع ما يعرفوني بس مش مشكلة. فوائد مالتها أول شيء تنشط الأعصاب، تنشط مركز الجهاز العصبي. مركز الجهاز العصبي تقول يعني شلون تنشطه؟ يعني شلون مثلا أنت مش ربطه راح يتنشط، تسرع عملية الهضم. واكو كثير فوائد لها، بس فوائدها مقابل اضرارها مثل هذا. فوائدها مقابل اضرارها شيء لا يعقل حرفيا. يقول اكو اكثر من 60 مليون طفل مريض. اسمع هذا الرقم، اكثر من 60 مليون طفل مريض بسبب تنشق مادة النيكوتين. يعني هم مو طفل يشرب سجاير، لا، ويقال انه عمرهم من 5 سنوات الى ما تحت. هذول مريضين بسبب انه اكو شخص دخن بصف طفل او يعني يم طفل، فلما دخن هذا الطفل استنشق هذا النيكوتين وصار مريض بسبب هذا الشخص. فإذا أنت تدخن فأنت ما جاي تضر نفسك فقط، جاي تضر أشخاص ثانيين. شنو الأشياء اللي تسوي أو شنو مضرة الجقاير؟ مضرة الجقاير هي أول شيء مضرة الجقاير هي أول شيء
تسبب عندك ضيق التنفس. ثاني شيء ممكن تسوي معك مع الوقت تآكل رئوي والتبني. والسبب الأول لانتشار مرض السرطان، عافانا الله وعافاكم. هذا المرض الخطير والخطير جدا. كم شخص حاليا عايش على قيد الحياة، افتهمني، عايش على قيد الحياة يشرب جثة؟ يا اخوان كم شخص يشرب سجاير يتعدون عددهم، اسمع الرقم، رقم مهول حرفيا، 1,300,000,000 شخص حول العالم. ويقول لك هذا الرقم ممكن يتناقص، ممكن يتناقص بسبب عدد الوفيات التي يقال منها. طبعا يا اخوان راح احكي مادة التبغ اللي هي يجي منها مواد يعني كيف مخدرة او مواد يعني تدخين ممنوع. ما اقدر انه اقول اسمه لانه راح يجينا كوبرايت او تصبر كوبرايت. مواد مخدرة او مواد يعني كيف نقول يا اخوان، ما عندي كوبرايت والله ما اعرف شو اسمه. مهم مواد تدخين غير مسموح او تدخين غير طبيعي يخليك تطوح. المهم مادة التبغ هذه اكو، اسمع هذا الرقم راح تتصدم حرفيا يا اخوان. اسوي ايش اقول لكم؟ اكو اكثر، لان ايدي راح تظل اسوي هيك، ما راح احسن مسبح. اكو اكثر من بكل 6 ثواني يموت شخص بسبب مادة التبغ. 1 2 3 4 5 6 مات شخص. 1 2 3 4 5 6 مات شخص. بعد 12 ثانية 2 ماتوا يا رب. المهم هذه إحصائية من قبل الصحة العالمية WHO هي اللي مطلعة هذه الإحصائية. حوالي أكثر من 8 مليون شخص يموت بسبب سنويا، يموت بسبب مادة التبغ. ويقال انه نسبة التدخين بأمريكا نزلت من عام 1960 إلى عام 2006 من نسبة 60%، والنسبة هذه تتناقص إلى يومنا هذا. طبعا كل هذا الحكي راح أخلي لكم إياه بالوصف كروابط. أخذت هذا الحكي كله من قبل جوجل. يا أخوان أكو إحصائيات كثير عجيبة. أنا اللي جبتها اليوم هو قطرة بحر، حرفيا قطرة بحر. السجاير كثير مضرة، السجاير كثير 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 مضرة. أي شخص يدخن عليه الابتعاد من السجاير بشكل مش طبيعي. اعتبرني واحد كلب جاي نصحك، لا تعتبرني أي شيء. المهم السجاير جدا مضرة. بقى يا أخوان أنا الشخص اللي مات بسبب السجاير، أتمنى أبوي ما راح يشاهد هذه اللقطات. جدي مات بسبب السجاير، بسبب إنه حدث إلى جرثومة وما أعرف شنو. والله يا أخي وديش صورته معلم، وأنت تصور قد الموضوع كان خطير. فابتعد عن السجاير قدر المستطاع. ويقال إن نسبة اللي يدخنون من 20 إلى 30، وهذه النسبة بتزايد من 20 إلى 50 وتر. هذه النسبة بتزايد حرفيا، ولا تتزايد بالقرب، تتزايد عندنا أو تتزايد بآسيا وأفريقيا. الابتعاد عن السجاير هو أفضل حل حرفيا. هذا اللي كان عندي هذا اليوم. لكن هذه الحلقة ما أتمنى منك إنه كل حلقة أطلب مني إنك حط لي لايك، حط اشتراك، حط لي مدري شنو. هالمرة ما راح أطلب منك لا لايك ولا اشتراك، كيف تريد تحط لي مثل ما تحط. أتمنى منك إنه تدز هذا المقطع إلى أي شخص بيدخن. ومع السلامة. المنثورة يا أخوان، برشلونة جاب الجول.